سنترككم في هذه السلسلة من الفيديوهات مع مراحل تأسيس الجمعيات في المغرب، وإليكم المراحل الواجب القيام بها لتأسيس جمعية. المرحلة الأولى: تأسيس اللجنة التحضيرية، وتتكون من أشخاص لديهم الرغبة في تأسيس جمعية لها أهداف معينة، ومهمة هذه اللجنة تتجلى في إعداد مسودة القانون الأساسي للجمعية، واختيار الاسم المناسب لها، والتحضير لانعقاد الجمع العام التأسيسي للجمعية. المرحلة الثانية: إبلاغ السلطات المحلية بموعد عقد الجمع العام التأسيسي للجمعية ومكان انعقاده، مع ضرورة الحصول على موافقة مكان عقده. المرحلة الثالثة: عقد الجمع العام التأسيسي من أجل المصادقة على مشروع القانون الأساسي، وانتخاب أعضاء المجلس الإداري أو المكتب المسير بحضور المنخرطين والمهتمين وممثل السلطة المحلية. المرحلة الرابعة: إعداد ملف الإيداع القانوني، ويتكون من الوثائق التالية: القانون الأساسي للجمعية مصادق عليه، لائحة أعضاء المكتب المسير للجمعية مصادق عليها، محضر الجمع العام التأسيسي مصادق عليه، صور بطاقة التعريف الوطنية لكل عضو من أعضاء المكتب المسير، تقديم ملف الإيداع القانوني إلى مقر السلطة الإدارية المحلية الكائن به مقر الجمعية مباشرة أو بواسطة عون قضائي، يسلم عنه وصل مؤقت مختوم ومؤرخ، ويسلم الوصل النهائي وجوبا داخل أجل أقصاه 60 يوما، وفي حالة عدم تسليمه داخل هذا الأجل جاز للجمعية أن تمارس نشاطها وفق الأهداف المسطرة في قوانينها. إذا أعجبكم هذا الشرح، سنزيد تبادل المعلومات في هذا المجال.